السلام عليكم. وسط الأحداث اليومية اللي بنمر بيها والزلازل اللي فاجأتنا هي كمان، كان في فيديو محتاجين نقف قدامه، محتاجين نشوف واحدة وقت الزلزال عملت ايه. الله أكبر الله أكبر، هز يا الله. الله أكبر الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. عمر يا الله يا الله، عمر ليكو البيت، عمر تايته. زي ما حضراتكم شفتوا، أول حاجة بتيجي على لساننا يا رب. ربنا بنفتكره وقت الأزمات، طب ما ربنا موجود طول الوقت. يا ترى بقى وسط اللي احنا عايشين فيه ده ومش عارفين يا ترى مكملين كمان ساعة ولا لا، مكملين لحد اللحظة دي ولا لا؟ في ناس بتجاهر بالذنب والمعصية زي الفيديو اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. الفيديو ده نازل على اغلب صفحات التواصل الاجتماعي، وبيقولوا من جديد ادي واحد وواحدة في عز الظهر قدام الناس في الشارع بيعملوا ايه. انا بصراحة الفيديو ده استغربته العدد من الاسئله اللي دارت في ذهني. طب انت اللي واقف بتصور، طب ما تروح تقول لهم كده غلط، ما يصحش، عيب، انت ليه بتصور؟ طب بعد ما صورت ليه نشرت؟ طب بعد ما نشرت استفدت ايه؟ ده اللي جه في بالي من ناحيه واحده. طب من الجانب التاني الولد والبنت دول، انتوا مش خايفين لا روحكم تنقبض على الفعل ده؟ انتوا مش خايفين وسط الزلازل اللي بتحصل ديت حاجه تقع عليكم تبقى اخر فعل عملتوها المجاهره بالذنب، او اصلا الذنب مش المجاهره بيه؟ انا ما بقتش فاهم ولا عارف تفكير الشباب اليومين دول. اصلا انا نسيت اقول لحضراتكم، تعالوا نشوف شباب اليومين دول الذنب بقى بالنسبه لهم عادي. الحياء بتاع البنت ما بقاش موجود اصلا. صوت البنت كان زمان نقول لا ده صوتها ما بيعلاش وعينيها في الارض، دلوقتي عينيها بقت مفنجله وصوتها مش بتعمل صوت عادي. تعالوا بس عايز اشوف الفيديو ده واكمل لكم الحكايه. طب عيال مين يا لا تمام، احنا نتحبس انا وانت وعهد الله. يلا ماشي. ايه رايكم؟ ده مش الفيديو، ده جزء منه، واللي ينفع حضراتكم تسمعوه او تشوفوه معانا هنا. ده جزء من الجيل اللي بقى موجود. الشاب ده على البيج بتاعته على التيك توك ممكن نقول الافات المؤلفه بيتابعوه وبيقولوا له يلا نعمل مقلب في معرفش فين، وهو معاه بنت وولد، بالرغم اللي هو في الفيديو بيقول والله احنا شكلنا هتتحبس. انتوا هتتحبسوا عشان اللي بيعملوه، اللي انتوا بتعملوه انتوا الاتنين ده ما ينفعش وما يصحش وعيب ومجاهره بالذنب. وبيتعلموا الناس ايه اللي اتعلموا؟ انتوا بيتابعكم الاندر ايدج، الجيل اللي طالع، فلما يلاقي بنت بتعمل كده اكيد عشرات البنات هتقلدها، ولما ولد يلاقي انت بتعمل كده وبتمسك وبتعمل مقالب بتكلم ابوك بالاسلوب ده، يبقى يا ترى احنا مستنيين ايه من الجيل اللي طالع؟ مستنيين ايه عشان نشوفه؟ او الفايده اللي انتوا هتيجوا منكم؟ انتوا متخيلين ان البنت ديت اللي هي عملت الحركه دي ببقها هتبقى ام؟ طب لما تبقى ام هتربي ازاي؟ ده هي محتاجه تربيه. هتربيهم على ايه؟ هتربيهم بايه؟ انت اصلا مفتقده الشيء، انت ما عندكيش اصول ومبادئ التربيه. طب نسيبنا منهم، هم اهلهم فين؟ يعني امها وابوها فين؟ مشغولين بايه؟ ايه اللي وصل بنتهم لكده؟ ايه اللي وصل البنت اللي هي تعمل الحركه دي ببقها وعارفه اللي بتتصور والافات بيشوفوها وبيتابعوها؟ طب البنات دول اهلهم في غياب تام ليه؟ المجتمع بتاعنا بقى فين من الجيل اللي طالع؟ مين اللي بيوعيهم ومين اللي بيراقبهم ومين اللي بيقول لهم صح وغلط ومين اللي بيشجعهم على الفيديوهات ديت اللي بقت تعمل ملايين المشاهدات للاسف؟ ونرجع بعد كده نمسك في واحد وواحده قاعدين على الكورنيش ولا قاعدين على كوبري بيعملوا حاجه، نرجع نقول هو ايه اللي حصل؟ لا، اللي حصل من فتره، حصل عشان سيبناه، عشان سيبنا الجيل اللي طالع للسوشيال ميديا، عشان كل واحد مننا سايب عياله للتليفون مشغول بيه. اصل انا مش عايزه زن، انا زهقت من زنه. فابنك بقى قاعد بيتفرج على الفيديوهات، فتخيل بيتفرج على الولد والبنت اللي بيبوسوا على الكوبري، او الولد والبنت اللي في العربيه اللي البنت بتعمل ببقها، فابنك او بنتك هيقلد طبيعي، ما هو شايف ده وموجود والناس بتشجع وبتضحك وبتقول جميل. وده اللي وصلنا له. على فكره انا مش فارق معايا كل حاجه غير حاجه واحده يا جماعه، قربت والله قربت، واحنا كلنا
في غفلة، كلنا مش واخدين بالنا وبنكدب نفسنا وبنقول لا ده لسه شوية يا عم، دي الساعة مش هتقوم دلوقتي، لسه قدامها حبتين. بالعكس، انت وانا في غفلة، كلنا هنتفاجئ. بس هل بقى كل واحد فينا مستعد ولا لا؟ جاهز ولا لا؟ ده اللي مستنيه من حضراتكم. كنت معاكم في حلقة بالنسبة لي كنا محتاجين نفوق ونفهم ايه اللي بيدور حوالينا. اشوفكم على خير، السلام عليكم.